السياسية ولمحادثات جنيف ستنهي الأزمة السورية الغارقة في الدم. النهاية ستكون على شاكلة القذافي في حفرة ينتهي بها الطاغية. هكذا رأى الرئيس السوداني عمر حسن البشير حين سألوه عن مصير رئيس النظام السوري. البشير الذي لا يزال مطاردا من قبل المحكمة الجنائية الدولية تنبأ بأن تكون نهاية بشار الأسد هي القتل وليس الرحيل، مؤكدا أن الحل في سوريا لن يكون إلا سلميا. وكرر مرة أخرى وقال إن الأسد لن يرحل لأنه يقاتل بكل طائفته، وهذه هي الطائفة مترابطة وتقاتل مع بعضها سواء في سوريا أو لبنان والعراق. الرئيس السوداني أكد أيضا في تصريحات لصحيفة عكاظ سعودية أن الحل العسكري نتيجته قاتل أو مقتول، لافتا إلى أن الوضع في سوريا مختلف عن أي وضع لأي دولة أخرى، لأن من يحكم سوريا هم طائفة أقلية، والأقلية تدافع عن نفسها وحكمها لآخر قطرة. وروى الرئيس السوداني أنه كان قد أجرى اتصالا مع بشار الأسد قبل نحو 3 سنوات وطرح عليه التوصل إلى حل سلمي فقبل بذلك، ولكن الدم تواصل وتزايد المهاجرون والمشردون، ما جعله يعتقد أن الأسد لن يرحل الآن إلا بالقوة، فمن نفسه لن يرحل، والأمر صعب جدا في هذا البلد العربي. وفي آخر تطورات الملف السوري، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن سوريا تواجه لحظة الحقيقة، وذلك خلال افتتاحه لأول جلسة مباحثة من 3 تهدف إلى تفاوض على الانتقال السياسي والتوصل إلى خريطة طريق واضحة لمستقبل سوريا. دي ميستورا أكد أنه لا توجد خطة بديلة سوى العودة إلى الحرب، وطلب الاستماع إلى جميع الأطراف، لكنه قال إنه لن يتردد في طلب تدخل القوى الكبرى بقيادة الولايات المتحدة وروسيا إذا تعثرت المحادثات. كل طائفته، وهذه هي الطائفة مترابطة وتقاتل مع بعضها سواء في سوريا أو لبنان والعراق. الرئيس السوداني أكد أيضا في تصريحات لصحيفة عكاظ سعودية أن الحل العسكري نتيجته قاتل أو مقتول، لافتا إلى أن الوضع في سوريا مختلف عن أي وضع لأي دولة أخرى، لأن من يحكم سوريا هم طائفة أقلية، والأقلية تدافع عن نفسها وحكمها لآخر قطرة. وروى الرئيس السوداني أنه كان قد أجرى اتصالا مع بشار الأسد قبل نحو 3 سنوات وطرح عليه التوصل إلى حل سلمي فقبل بذلك، ولكن الدم تواصل وتزايد المهاجرون والمشردون، ما جعله يعتقد أن الأسد لن يرحل الآن إلا بالقوة، فمن نفسه لن يرحل، والأمر صعب جدا في هذا البلد العربي. بشير الذي لا يزال مطاردا من قبل المحكمة الجنائية الدولية تنبأ بأن تكون نهاية بشار الأسد هي القتل وليس الرحيل، مؤكدا أن الحل في سوريا لن يكون إلا سلميا. وكرر مرة أخرى وقال إن الأسد لن يرحل لأنه يقاتل بكل السياسية ولمحادثات جنيف ستنهي الأزمة السورية الغارقة في الدم. النهاية ستكون على شاكلة القذافي في حفرة ينتهي بها الطاغية. هكذا رأى الرئيس السوداني عمر حسن البشير حين سألوه عن مصير رئيس النظام السوري.